من ستشجع في نهائي أفريقيا يا صلاح؟ السنغال أم المغرب؟ إجابة غير متوقعة من صلاح. صلاح قال بأنه يتمنى حظا سعيدا للمنتخبين المغربي والسنغالي، وقال بأنه سيكون سعيدا لفوز أحد المنتخبين بالبطولة. قال صلاح أيضا: المغرب بلد عربي، والجمهور المغربي ساندنا ودعمنا في مبارياتنا في البطولة، وهذا أمر يحترم. وعلى الناحية الأخرى قال بأنه يتمنى للمنتخب السنغالي أيضا حظا سعيدا، وذلك لأن ساديو ماني كما يعلم الجميع صديقا مقربا من محمد صلاح ورفيق الدرب في نادي ليفربول الإنجليزي. يعني يا جماعة صلاح قال بأنه يتمنى حظا سعيدا للمنتخب المغربي وللمنتخب السنغالي. لو فازت المغرب بالبطولة سيكون سعيدا، وأيضا لو فازت السنغال سيكون سعيدا. وأنا من مكاني هذا من مصر أم الدنيا أتمنى فوز المغرب بهذه البطولة. المغرب قادرة على ذلك. جميع المصريون يتوقعون فوز المنتخب المغربي بالبطولة، بل ويتمنون فوز المغرب بالبطولة. في رأيكم ما هو أنسب تشكيل للمنتخب المغربي غدا في نهائي كأس أفريقيا؟ وما هي توقعاتكم لنهائي أفريقيا؟ من سيفوز، المغرب أم السنغال؟ اكتبوا لنا تحت هذا الفيديو في التعليقات.